احسن حاجه لما محمد صلاح بيطلع يقول يا جماعه المينتاليتي والعقليه بتاعت اللعيبه المصريين لازم تتغير، ويطلع يتكلم عن عقليه وطريقه تفكير اللعيبه المصريين. كلنا بنزيد، كلنا بنزيد ونقول هو من امتى يعرف المينتاليتي؟ هو ليه بيتكلم على عقليه؟ هي مالها عقليه اللاعب المصري؟ زي ما انت شفت كده، هي دي عقليه اللاعب المصري، ان هو يطلع على الهوا ويقول سكريبت هو الوحيد الملام فيه. يعني لما تبقى انت كابتن الفرقه وكابتن نادي كبير زي نادي الزمالك، وعندك نهائي افريقيا ومعاك 14 لعيب منهم اتنين بيتنيلوا على عينهم، هو انت فاكر لما تطلع تقول كده على الهوا الجمهور هيعرف انتوا ليه ما خدتوش بطوله افريقيا؟ لا. معظم جمهور الزمالك اللي بيفهم دلوقتي طالع بيقول لك امال انت كان دورك ايه ككابتن الفرقه؟ وقتها كنت فين ككابتن الفرقه؟ طالع تقول كل ده ليه بعد ما اعتزلت؟ واحسن حاجه بقى واهم حاجه اما الكاميرا بتعمل كلوز على ابراهيم فايق، تعمل كلوز على ابراهيم فايق ويقول له خلي بالك يا شيكا انت على الهوا، خلي بالك يا قفشه انت على الهوا، لو مذيع تاني كان اخد منك بلاوي. يا راجل صدقتك انا كده، انا كده صدقتك ان انت اعلامي نزيه. ما انت خلاص خليته قال، ما هو قال خلاص، هو قال يا حبيبي. انت لو مش عايزه يقول مش هتجيبه. يا جماعه في لعيبه ما ينفعش تطلع في الاعلام قسما بالله. وفعلا كلمه صلاح ستبقى هي الفرق الوحيد بيننا وبين الكوره بره. الفرق الوحيد بيننا وبين اللعيبه بتاعت الكوره بره وبين لعيبتنا ولاعيبه الكوره بره المينتاليتي والعقليه. احنا عندنا اللعيبه بعقليه الخماسي، بعقليه ان هم بيلعبوا في الشارع بس. انما عقليه احترافيه، عقليه فيها امتى تطلع تتكلم في الاعلام وتطلع تقول ايه وايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش يتقال، لا مش موجود عندنا. فلما محمد صلاح يطلع يتكلم في عقليه ومنتاليتي ويتكلم في جوده لعيبه وكل الكلام ده كله، ما تطلعوش تزيطوا.